السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات إيمي. الفيديو بتاع النهاردة هقول لكم على تجربتي داخل قطار التلجو من القاهرة لإسكندرية. كمان هقول لكم على الفرق ما بين الدرجة الأولى والدرجة التانية. تعالوا يلا بينا هوريكم قطار الدرجة الأولى. قطار الدرجة الأولى سعره 200 جنيه، ولو هنحجز من على النت بيكون فرق 15 جنيه زيادة. في اول حاجه من المميزات بتاع قطار التلجو ان كراسي التنجيد اللي احنا قاعدين عليها دي اول حاجه هي مريحه جدا جدا. كمان في مسند من اليمين ومن الشمال، في عندنا مكان مخصص للشاحن ومخرج لليو اس بي، بنقدر نرفع رجلينا على المسند دوت. كمان في شاشه عرض لكل كرسي داخل عربيات القطار. في موجود عندنا الواي فاي، نقدر ان احنا نوصل عليه نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب. في كمان موجود كاميرات مراقبة. عايزة اقول لكم ان القطر واحنا ماشيين ما بيتهزش خالص الا حاجة بسيطة جدا. في ترابيزات مخصصة للاكل زي ما احنا قلنا. في كمان وجبات بتقدر ان انت تجيبها من البوفيه، وجبات فطار ووجبات غدا. طبعا دوت مش داخل من سعر تذكرة القطر، لا ده ليها حساب خاص. سعر الوجبة بتاعت الفطار عاملة حوالي 75 جنيه. تعالوا يلا بقى اوريكم كمان ان في كراسي بتقدر تلفها يمين وشمال براحتك خالص، من خلال زرار كده بيتلف، فبتقدر ان انت تلف الكرسي بكل سهولة. يلا نخش بقى التويليت واوريكم. ادي التويليت، بصوا نضيف نظافة مش قادرة اقول لكم. في كمان مكان مخصص لو في حد معاه بيبي عايز ان هو يغير له الصابون موجود، وبكر المناديل واكياس اللي تتفرش على قاعدة التويليت. حاجة في منتهى الجمال بصراحة، يستحق بجد ان احنا نجربه. يعني درجة اولى حاجة ممتازة. طب يلا بقى هقول لكم على الدرجة التانية. هنا سعر التذكرة 150 جنيه. في برضو مكان للشاحن. في عندنا الكراسي هي ناشفة جدا بس مش وحشة. عايزة اقول لكم في برضو شاشة مركزية، مش على كل مقعد كرسي زي التانية. يعني هي الشاشات ديت عموما بتوري لك مسار القطر والسرعة قد ايه وهتوصل في قد ايه. برضه هو نظيف، والتويليت درجة أولى ودرجة تانية الاتنين زي بعض ما يفرقوش. التويليت واحد في النظافة، كمان القطر هنا نظيف جدا. هو بس أنا شايفة هو الفرق في الكرسي هو ناشف حبتين. انما طبعا بالنسبة للسرعة فهي سرعة واحدة، الاتنين بيوصلوا في نفس الوقت اللي هو ساعتين الا 10 دقايق بالظبط. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي.